صباح الخير استاذ. صباح النور. شو ليش مالك بالدرس يا ابني؟ استاذ حضرتك طلبتني. معلش يا ريت تذكرني باسمك. سامر شالاتي، بكالوريا شعبة تاني. ايوه هلا تذكرت. شوف يا سامر، انت وضعك بالمدرسه ما بيسر ابدا، وماشي من سيء لأسوأ، وعلاماتك بالامتحان التجريبي مخجله، وغيابك عن المدرسه بدون عذر تجاوز المعدل، وعندك السنه بكالوريا. يعني انت اذا استمريت على الخط اللي ماشي عليه راح اقول لك من هلا انه نجاحك شبه مستحيل، وهذا الشيء راح يضرك الك ويضرنا نحن كاداره مدرسه. استاذ بدي اقول لك انا انت بتعرف انه مدرستنا بالعاده بتحقق اعلى مستويات النجاح وسمعتنا بالاوج، فنحن ما رح نسمح لواحد مستهتر مثلك يسيء لسمعه المدرسه او يخفض معدل النجاح. يعني باختصار انت بالنسبه للمدرسه ورقه خاسره، وهالشيء ما بيناسبنا ابدا. عفوا استاذ، بس انا عندي ظروف خاصة. أنا ظروف خاصه هي؟ كل الطلاب عندهم ظروف خاصه، مو بس انت، وكلهم قدروا يتجاوزوا هالظروف، او على الاقل حاولوا ما قدروا. لكن انت بتفوت على الفحص كانك فايت على السيران، يا بتسلم الورقه فاضيه يا بتخربش عليها مثل خرابيش الدجاج. استاذ اذا بتريد مو هيك القصة، ممكن. معلش ما بدي اسمع مبررات. انا لازم اشوف ولي امرك واسمع منه شخصيا. ولي امري؟ اي نعم، بتخبره انه انا بكره هون عم بستناه الساعه 12. حاضر. واذا ما اجى ولي امرك رح نتخذ بحقك اجراءات قاسيه، ومو بعيده نطردك من المدرسه. مفهوم؟ مفهوم استاذ. انصرف لصفك. شفت لك الباطنجي واقف على الاسطوح وعم يلولح بايديه، صرخت فيه من تحت: هي شو معجب بطولك كتير انت؟ ليش ما صبيته لهلا؟ قال لي والله عم نستنى المهندس. قلت له ايه، صب على مسؤوليتي. تضرب بيقول لك المهندس. ايه، وصبوا السقف بعدين؟ صبوه، وبكره رح نصب على ضايد البنايه الثانيه. شبو بالعاده لسانه ما بفوت لحلقه. ماما سامر، شبك حبيبي؟ ليه ساكت؟ هيك ما في شيء. شايفك مو على بعضك، اذا في شي احكي. قلت لكم ما في شيء، عم فكر مشكلة رفيقي ماجد. تقبر قلبي شو حنون. شبو ماجد امي؟ اليوم المدير ناداله على الإدارة وطلب منه إحضار ولي أمره. وليش بده ولي امره؟ اكيد مقصر بالدراسه. انا من زمان ما برتاح له لهذا ماجد، انت لازم تقطع صلتك فيه فورا. يا وليش لحتى يقاطعوا بقى؟ رفيقه شو بده فيه؟ بعدين كل عنزه معلقه من كرعوبه. بلا ما يتاثر فيه ويصير مثله. لكان قليله طلب احضار ولي الامر، العمى فضيحه. اي والله لو كنت محل ابوه لماجد كنت دبت بنص اوعي من خجلي. اوعك شي يوم تحطني بهيك موقف، ها قسما عظما بتمرى منك نهائيا. ها هلا ابننا نحن مثل ماجد؟ إيه ما شاء الله حوله، اللهم صل على النبي. شوفوا قديش شاطر، لولا ما بيتحططوا عليه الاساتذه لكان دائما طلع الاول بصفه. باين عليه وعلى قوالبه. قوم بابا قوم اقرا لك كلمه تفيدك. قوم احسن ما لك قاعد عم تتصفن فينا. يعني ما رضي؟ كمو قصة ما رضي، أنا ما استرجيت أفتح معه هيك سيرة، حسيت رح ياكلني إذا عرف إنه طالبينه بالمدرسة. دخلك أنت لما طلبه أبوك الشهر الماضي، شو قلت له؟ ما ادري ابي بكل هالقصه. كيف ما أدري؟ يعني من كل عقلك راح اخذ له النبي؟ شو جنيت انا؟ قلت له المدير ابي مسافر واخذت له ابن عمتي، وهداك كنت مساكت. هون حفرنا وهون طمرنا. نيالك، يا ريت عندي شي ابن عمي كبير يدبرني. خلاص اب سمره انا بدبرك. شلون؟ احكي لك مع ابن خالتي منير، هذا هاوي تمثيل وروح قلبه هيك قصص. يعني بيقبل يعمل حاله ولي أمري؟ قلت لك روح قلبه هالشغله، بيركض عليها بايديه ورجليه ومع بوسه ايد كمان. قوم لنشوف لكن يلا. هلا؟ لك هلا ما ضل عنا وقت. طيب قوم لنشوف، ولا يهمك اذا ما لقينا مدبر لك ولي امر من تحت الارض. كفو.
مرحبا أستاذ. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. أنا رجل الأعمال بسام شالاتي، والده لسامر. يا اهلا وسهلا فيك، شرف شرف ارتاح. شكرا. بالحقيقه نحن من زمان منتظرين هالزياره. معلش بدكم تعذروني لأنه ظروف شغلي وعملي ما عم يتركوا لي مجال حتى أجي أطمن على ابني سامر. بصراحه بسام بيك وضع سامر ما بيسر بنوب. هي ورقه علاماته للفحص التجريبي، شوفها واحكم بنفسك. العمى؟ العمى شو ها؟ الله لا يعطيك عافية فوق تعبك. لك ليش ما عم تدرس ولا؟ لك شو يلي أخذ لك عقلك؟ العمى ضربك ما قبلدك. طول بالك بسام بيك، مو هون. شو طول بالي؟ شو طول بالي يا أستاذ؟ لازم أعرف شو قصته. الله وكيلك ما عم ينقص عليه شيء، كل طلباته مأمنة، مصروفه عدم المؤاخذة قد معاش 5 أساتذة، سيارته أحلى من سيارة مدير التربية، عنده مدرس خصوصي لكل مادة. شو بده لسه يعني؟ شو بدك لسه ولا؟ شو بدك؟ سودت وشي، الله يسود وشك، سودت وشي. معلش هدي اعصابك بسام بيك، شرف شرف ارتاح. بترجاكم أستاذ، بترجاكم رجاء شديد اللهجة إنه تعاقبوا لهالحيوان وبالطريقة يلي بدكم إياها، وأنا مستعد أعملكم تفويض بهالشي. بسام بيك الموضوع مو موضوع تفويض. لكن ارفعوه فلقة، ارفعوه فلقة بالباحة قدام كل رفقاته حتى يتربى. بسام بيك شو فلقه وما فلقه؟ زمن الفلقات انتهى. بعدين ما شاء الله سامر صار شاب والمفروض ما يتعامل بهالطريقه. نحن حبينا نلفت نظركم وبس، وانتم بالبيت تصرفوا بالطريقه اللي بتعجبكم. معك حق، أنا بدبره بالبيت. بس ارجوك استاذ بسام بدون عنف مشان خاطري. يا سيدي خاطرك على عيني وعلى راسي، أنا رح أتصرف وشكرا كتير لكم. وين استاذ بسام، ما شربتوا القهوه؟ معلش مستعجل كتير، ممكن آخذ المخطوب معي؟ ماشي الحال، ما في مانع. امشي ولا امشي قدامي، ضربت اخلع رقبتك خلع. امشي. ايه بس زودت شوي يعني، اخذك الحال كتير. فعلا اندمجت بالدور تماما وفتت فيه عن جد، وحسيت حالي ابوك عن حق، ولولا شوي كنت رح اسلخك كفين قدام المدير جيب اجلك فيهم حتى يصير المشهد واقعي اكثر. الله ستر. شو اب سمرة مو ناوي تغدينا؟ ليك المسكين ابن خالتي ناقص كيليان على هالدور. على عيني، احلى غدا لاحلى ولي امر. متر. مساء الخير بابا. سامر استنى لقلك، مديركم منين بيعرفني؟ مديرنا؟ ليش وين شفته؟ ما شفته، اتصل فيي بالتليفون وقال بكره بده يقابلني الساعة 10. شو هالحكي؟ وليش هيك ارتعبت؟ ليكون عامل لك شي فصل ناقص بالمدرسة ولا؟ لا ماني عامل شي، شو بدي اعمل؟ لا بس يعني ما في بالعاده المدير يحاكيك بالتليفون يعني. لا وحكى معي بطريقة كأنه بيعرفني فيها من زمان. ايه شو بابا، انت زلمه معروف ومشهور. معروف انت، شو هالحكي؟ في حدا ما بيعرفك بهالبلد؟ انت علم بابا، علم. أنا هيك عم أقول لحالي برافو عليك، أنت ذكي، طالع لأبوك، أفرت لحالك. ايه تصبح على خير بابا. أنت بخير. يا سامر، نعم استاذ. قال لك شيء ابوك انه جاي اليوم لهون؟ نعم استاذ، ما بقى الا يوصل. خير استاذ، في شيء بخصوصي؟ لا تخاف، بدي سلمه بطاقة دعوة لحضور مجلس الآباء. استاذ كنت انا بعطيها. لا، بدي اخذ رأيه بعقد هيك مجالس وتعليقه على الموضوع. استاذ في طالب مقاطع بالشعبيه الاولى. شو هالحكي؟ استاذ بالشعبيه الاولى. حقوني. غرفة المدير وين؟ ليلى. شكرا.
مرحبا. اهلا وسهلا. أنا ولي أمر الطالب سامر شالاتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تحياتي. شرفت. ما الذي يجعل من تقاليدنا الشعبية سلام على هالمذيعة ما أحلاها. على الرغم من حلول أشياء جديدة فعلا يا هيك المذيعات يا بلا، ربما إذا حاولنا مثل لحسة القشطة. نحصل على المزيد من شايفة نجوى ما أحلاها؟ شايفة؟ نستطيع القول أن الأشياء الغربية الطارئة في حياتنا لا كلها انت شوفي تركز اللبس اللي لابسته ما أحلاه. المثال والفردية يخرب بيتها شو مزوى. الشعبية. لك ليش غيرتي قناة؟ بلا ما يصير لك شيء، لاني شايفتك رح تدوخ من شوفة المذيعة. بقى وين بدنا نسعفك هلا بانصاف الليالي؟ هلا رجعيها بلا قلة عقل نجوى. انا اللي عقلي قليل ولا انت؟ كيف عم تغشي فيها؟ هاتي خلصيني. عجبك؟ راحت. انه بس بدي افهم لايمتى بده يضل عقلك خفيف لهالدرجة؟ يعني معقول تغاري من مذيعة؟ انا اللي عقلي خفيف ولا انت؟ لسه كل ما شفت مذيعة حلوة بالتلفزيون بتنحول عيونك، ومن شوفة بنات الدعايات عم ترتفع حرارتك، واذا طلع شي عرض ازياء بتتكهرب وينتفض بدنك وبصير معك تسرع بالقلب واخرتها معك. هذا لاني شاعري وحساس ورومانسي وبتذوق للجمال. تذوق الجمال شي والاضمحلال قدامه شي تاني. يعني انت بتنسى حالك وبتلغي شخصيتك وبتحذف كيانك لمجرد انك تشوف وحدة حلوة. يعني بتتاخد وبتنعبط ومدري شو بيصير لك. انا؟ ايه انت نسيت لما صرت تفيق كل يوم الساعة 5 الصبح وتشرب قهوة على البلكون بس لأنه جارتنا بالبناية الثانية كانت تلعب رياضة بهالوقت؟ لا مو مشان جارتنا، بس وقتها كان صدري متحسس والدكتور قال لي اطلع على البلكون وشم هوا نظيف. طيب وشو تبريرك لما سقطت حالك قصداً بدورة الإنجليزي لحتى ما تترك الصف اللي عم تدرس فيه المس ألين وتنتقل على الصف اللي عم يدرس فيه المستر جو؟ ما سقطت حالي، بس انعمى على قلبي، شو بدي ساوي؟ وانت ظنيتي انه سقطت حالي قصدا. طيب ولما اشتريت 4 طقمة دفعة واحدة بس لأنه البياعة قالت لك إنه جسمك لبيس وبيلبق لك لبس الرسمي؟ ما كان عندي أواعي، فقلت لحالي يا ولد فرد مرة اشتري لك كم طقم رسمي، شو صار يعني؟ بجوز، بس لساتهم ملحوشين بالغزانة وما مديت ايدك عليهم لحد هلا. لا وكله كوم، ولما نتعت سطل اللبن لجارتنا اعتدال على الطابق ال11 كوم. يا نجوى فهميني مزبوط، المشكلة انك دائما بتفهميني غلط. هاي لفتة إنسانية مو أكتر. يعني اعتدال، صبية، وحدانية، ما عندها حدا، والأسانسير كان معطل، ما بتقدر تحمل سطل اللبن لفوق. شو تعمل بحال المخلوقة يعني؟ بينتع لها يا ناطور البناية، مو انت بتنتعه؟ الناطور كان غايب، ومو معقول كمان أنا أطلع قليل ذوق وما أنت على سطل لفوق، اخطي. لا تطلع قليل ذوق، بس يطلع ضغطك معلش. يوميتها صار ضغطك 18 وصار معك تسرع بالقلب، ولولا لطف الله كانت اجتك أزمة قلبية. إيه ها؟ شفت شلون؟ هذا أنا الرجال يلي ناتع بوشي شوارب هالقد قدون وصار فيني هيك من طلعت الدرج، بقى المسكينة لو طلعت السطل هي شو كان صار فيها؟ شو كان صار فيها نجوى؟ أرجوك لا تدققي عليك تصرفات. وليش بقى؟ لأنه تصرفاتي يا روحي بتندرج ضمن إطار الذوق واللباقة والتهذيب، والمفروض تفتخري إنه عندك جوز بيعامل الناس من هالمنطلق هاد. صحيح ما بقول لك لا، يعني لو انت بتتعامل مع كل الناس هيك ما بزعل، بس ذوقك ولباقتك ما بيطلعوا الا على ناس وناس. أنا؟ ايه انت، يعني اذا شي وحده بشعه طلبت منك طلب بتعمل حالك ما معك خبر، اما سطل الست اعتدال فانت مستعد تنتعه للطابق ال11. ما بتتذكر لما ام صبري طلبت منك تبدل لها قنينه الغاز شو قلت لها؟ شو قلت لها؟ قلت لها رايح جيب لك جلده، وغطيت وما عدت رجعت. أم صبري قوية ما شاء الله عليها، أقوى مني ومنك، يعني مو بحاجة لمساعدة، مو ناعمة، قصدي مو رقيقة، قصدي مو ضعيفة مثل اعتدال. اعتدال يعني سمبتيك ورشيقة وبتستاهل مساعدة. ما في فايدة، قد ما أخذ وعطى الواحد معك ما بيستفيد شيء. لك هلا أعطيني جهاز خلصيني. إليكو بإيدك شو بدك فيه؟ بدي أقلب على الKLM، قال ناقلين حفلة انتخاب ملكة جمال العنب مباشرة لايف على الهواء. شيء كتير حلو، خاصة إنه شيء جديد وبنتمنى إنه دايما يتكرر.
هاي شو ما بدنا ندفعوا 230 ليره؟ ادفعوا لفاي هي بنقدر ننتزع منهم نخلص من الوقت. شو الحكي هذا؟ صباح الخير جارتنا. اهلين، صباح النور. كيفك مدام؟ ماشي الحال. خير شو القصة؟ ما اشتغلت معي السيارة، ما بعرف ليش. لكن تفضلي مدام اعتدال، تفضلي بنوصلك على طريقنا، أكيد طريقنا على طريقي، أكيد. معلش شكرا، بس لازمتني السيارة. مدام، في مكنسيان براس الشارع إذا بتحبي تشوفي. لا أنا كنت أنا ليكو الميكانيسيان قال شو نسيتي إنه أنا مهندس ميكانيكي نجوى. سالم، بلا لك القصة هلا، رح نتأخر. إيه معقولة يعني نترك جارتنا مقطوعة لحالها؟ شو مقطوعة بالصحراء؟ منك أنت أوف. مدام اعتدال، فوتي لجوا اضربي لي مرش. ماشي. لو سمحتي. اضربي. بس حاجة. معك مفا؟ رح شوف لك. بيمشي حاله هاد؟ نعم؟ بيمشي حاله هاد؟ شو هاد؟ ايوه هذا عز الطلب. يسلم هديات ليش لحتى ما يمشي؟ بين معك شي؟ يمكن البلاتين طابق. معك بلاتين جديد؟ لا والله ماني عاملة حسابي. ليش عم تطلع فيني هيك؟ روح جيب لك بلاتين جديد يعني؟ لا مو القصد، بس كنت عم فكر يا ترى معنا بلاتين بالسيارة؟ مدام أنا على كل حال راح أعير لك البلاتين مؤقتا، يعني بيمشيكي لعند الميكانيسيان، بيمشيها. عايرو، خلصنا، خلينا نمشي بقى. إيه حاضر، على عيني. اضربي مرش مدام اضربي. خلاص عيرته، اتعير. نجوى عيرته. يسلموا ايديك. الله يسلمك يا رب، تسلمي. شكرا كثير، لبكتك. العفو، لو بدها خدمة تحريز. أورفوار. باي باي. خاطرك. الله معك. باي باي. ميرسي كثير. الله يسلمك. شو صار معك؟ وين صرت؟ شو رأيك كنت تغسل لها السيارة كمان؟ ليش هيك عم تحكي مع نجوى؟ فصاحة أنت على هالطبع اللي عندك، ليش بتسيئي الظن فيني ما بعرف؟ شرف امشي. والله العظيم. صباح الخير استاذ سالم. يسعد لي هالصباح، يسعد لي هالصباح يا رب. يا أهلا وسهلا ومرحبا. شلونك؟ الحمد لله تمام. شو يا أهلا أخبارك؟ وسهلا، من أحسن ما يكون. طمنيني شو عاد صار؟ بشو؟ بالبلاتين، إن شاء الله مع الطبق؟ لا الحمد لله كله تمام. إيه الحمد لله، طمنتيني كثير منيح. وشلون السيارة معك؟ إن شاء الله مع متنتع مع متقطش، بتعرفي السيارات هدول. ماشي حالها. إيه عال، الحمد لله طمنتيني. مدام اعتدال بترجاكي رجاء خاص، إذا لزمك أي استشارة فنية بخصوص السيارة أنا جاهز، بس أنت قولي سالم بتلاقيني مزروع قدامك. عندها. ميرسي كثير، كلك ذوق. سلم لي على المدام. الله يسلمك، مع السلامة. مع السلامة مدام اعتدال. صباح الخير جارنا. صباح الخيرات. وين الريموت؟ شو كنت عم تحكي انت وست اعتدال؟ ايمتى؟ اليوم الصبح عند مدخل بناية. ابدا، شو بدي احكي يعني؟ ايوه سألتني عن البلاتين. شبو البلاتين؟ قالت لي يا ترى بيطبق مرة تانية شيء؟ وانت شو جاوبتها؟ قلت لها ما بيطبق. ولا شو لحتى يطبق؟ بجوز يلتدع، لأنه أحيانا بيلتدع نجوى. ما رح نخلص من قصة بلاتين اعتدال بقى؟ وبشو مضايقك بلاتين اعتدال؟ المخلوقة طلبت منا مساعدة بسيطة وساعدناها، اخربت الدنيا يعني.
هي اللي طلبت ولا انت اللي لحشت حالك عليها لحش وشمرت على زنودك وغطست بالمحرك؟ لا، وانا صار لي شهر وانا عم اقول لك حنفيه الحمام عم تنقط بدها جلده، وانت على قولة اليوم وبكره، ساعه تعبان وساعه قرفان وساعه مالك خلق تشتغل. حنفيه الحمام مالك بروه تجيب لها جلده، اما بلاتين الخانم فبتركض عليه ركض حتى تصلحه. شوف مين على الباب. حاضر. مرحبا جارنا. اهلين ام صبري. بدي اسالك سؤال اذا بتريد. تفضلي. جاي اعرف اذا كانت القناه البولونيه طالعه عندكم ولا لا. اسفين ام صبري، والله نحن ما بنفتح تلفزيون منوب، حتى ولو فتحناه ما بنفتحه على القناه البولونيه. طيب عدم المؤاخذه. لا، لو سهله ومرحبا، شرفتي ام صبري. قناه بولونيه. مين كان على الباب؟ جارتنا ام بطيخ ام صبري. شبهها؟ ما بها شي، علاكه. قال شو؟ شوف لي القناه البولونيه اذا راكزه عندكم. شوفي على هالطلب السخيف شوفي. ايه، وشو بتخسر يعني اذا شفت لها اياها؟ ما بخسر شي، بس ما بدي اعودها العاده، لانه اذا اعطيتها وش بتصير تزعجنا كل ساعه والتانيه وبدق الباب بطعمه وبلا طعمه. هلا قالت لي شوف لي القناه البولونيه، بكره لا تستغربي اذا دقت الباب مشان تستعير بيل او تطلب جريده. اهلين ست جريده. ست اعتدال، يا اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. شكرا كثير، مستعجله. ممكن اطلب منكم طلب صغير؟ ايه على عيني وعلى راسي، ولو لك انت بتأمري امر. ممكن استعير البيل؟ شو قال؟ البيل. بيل. ايه ممكن. لحظه صغيره اذا سمحتي. قومي تحركي، دوري لي على البيل اوام. شو بدك بالبيل؟ هلا بلا اسئله بلا طعمه، دوري لي على البيل لازمني. هي طول بالك حاجه تلتهج، بتلاقيها على الكومودينا ورا الباب. حلو كثير. تفضلي، وهي البيل. ميرسي كثير. العفو. سلم لي على المدام. يخليكي، الله يسلمك. مع السلامه. شبك فرحان كثير؟ مع مين كنت عم تحكي على الباب؟ مع مين؟ مع مين؟ عم بحكي؟ ايه. مع ام صبري. شبهها ام صبري؟ شبهها؟ ما بها شيء. شوفي ام صبري قال شو بدها؟ قال شو جايه تستعير بيل. يا لطيف ما ثقيله غليظه، يا لطيف ما غلظه. قديش بتغلظها بهالبنايه؟ اخلص من ام صبري ما شفته لعيني رأيت منوب. لا يمكن. شو الحكيات؟ لازم تقطعي لها ورقه انت. وين الريموت؟ شفتي؟
استاذ سالم؟ نعم. اهلا اهلين مدام اعتدال، لك شو الصدفه الحلوه هي، فظيعه هالمصادفه والله. منيح اللي الله بعت لي اياك. خير ليه شو في؟ دولابي مبنشر وما بعرف غيره. مبنشر؟ بسيطة، الله يجعلها أكبر المصايب، ليش هيك متلبكة؟ بالظاهر هي أول مرة بتبنشري، قصدي ببنشر دولابك. العلة ما عندي خبرة بهيك أمور، يعني دغري بنعبط. لا تنعبطي ولا على بالك. معك كريكو؟ ايه معي بالطبون، لحظة لأفتح لك. في استبنة ترى؟ ايه في. عظيم جدا، معناتها الموضوع محلول، أنا بتكفل فيه، أنت وقفي مع جناب وأنا هون رح بنشر لك رح غير لك دولابك، ولا يهمك تفرجي عليه وبس أنت. أنا مدام اعتدال. بسم الله. وينه هذا؟ عظيم مو منفسي. لحظة بس. يا معين، ما عرفت فيك اجت ازعل، ما عرفت فيك ما كانت طبيعية من بعد ملل. شكرا كثير يا استاذ سالم. شكرا لك. صدقني ماني عارفانه كيف بدي اشكرك. يا ستي أنا بقول لك شلون؟ شلون؟ يا بتعزميني على الغداء يا بعزمك على الغداء، اختاري واحدة من التنتين. ايه بس ما بدها بس، أصبح أنا بعزمك، يلا تفضلي تفضلي، ليش تردد؟ ما بدها تردد، تفضلي. عادي كثير. الو مرحبا نجوى، شلونك حبيبتي؟ شلون صحتك؟ وينك لهلا ما اجيت؟ ايه والله معك حق تعصبي. إيه بس شو بدي ساوي؟ اضطريت اتاخر بالوظيفه شوي. ايه عنا وفد ارجنتيني ولازم اقوم بواجبه. ايه هيك الظروف، شو بدنا نساوي؟ إيه لا والله ما راح اجي على الغداء، لا ما حاجي، بدي اتغدى مع الوفد الارجنتيني. لا ما بقدر، ولو بيزعلوا الارجنتينيين. ايه طيب طولي بالك ولا يهمك، الله معك، مع السلامه. وامتى اجى الوفد الارجنتيني؟ ما جاب لي سيرته الصبح. طيب هلا شو رايك نتجوز؟ شو؟ نتجوز؟ ايه ليش لا؟ بس يعني كيف طلعت معك هالشغله هيك على غفله؟ يا ستي طلعت يعني، وعفوا بدي اقول لك شغله، لا تنسي انك ست مطلقه ووحدانيه وبحاجه لرجل يوقف جنبك، إلك وانا يعني حاسس انت انه شو؟ نسيت انك متجوز؟ واذا كنت متجوز؟ لا ما نسيت، بس جوازتي على الورق وبس. شلون يعني؟ يعني بصراحه مالي مرتاح مع نجوى، إيه مالي مرتاح، انا بوادي وهي بوادي، لا واحيانا بحس كاني متجوز وحده من غير كوكب. بتصدقي انه طول النهار يا دوب نحكي مع بعضنا 4-5 جمال؟ يعني الحوار بيناتنا مقطوع تماما، يعني كأنه اثنين خرسان عايشين مع بعضهم. طيب ونحن كمان ما بنعرف بعض، شو بيضمن لك انه ما نتفاهم ويصير فينا نفس الشيء؟ أعوذ بالله، قال ما نقدر نتفاهم، قال لك أنت غير شكل، سيماهم في وجوههم، يعني مبينة الشغلة، ما بدها ذكاء، وانطباعي الأول وحياتك لا يمكن يغلط أبدا. طيب شو كان انطباعك الأول عني؟ ما كان انطباع عادي على الإطلاق، يعني فيك تقولي كان انبهار، انفلاج، اندهاش، انصعاق، انفجار، قولي اللي بتريدي. يا لطيف ما قواك، تعريك مو قليل أبداً. ليش؟ لأني اخترتك يعني؟ ما بعرف سالم، بس أنا شايف الشغلة صعبة كتير. ليش صعب يا روحي؟ ليش؟ مشان مرتك، نسيت إني جارتكن،
هو صحيح انه في بيناتنا 10 طوابق، يعني انتو ساكنين بالاول وانا ساكنه بال11، بس يعني بضل اسمي جارتكم. لك يا ستي هالامور بتنحل بوقتها، المهم انت هلا تفكري بالموضوع بتجرد. طيب مهلني كم يوم لحتى افكر. كم يوم؟ مو كتير كم يوم. ايوه ايه ماشي، لا مو مشكله ابدا. الله معكم، مع السلامه. صحيح سالم، نسيت اقول لك، امبارح اجت جارتنا عملت لي زياره. انو جاره مصبري؟ لا، اعتدال. اعتدال؟ اعتدال شو بدها هي؟ ايه اعتدال، شو بك اتاخدت؟ لا بس يعني شو سبب الزياره؟ ما في سبب، قال حابة تتعرف علي. ايوه. وشو حكيتوا دخلك؟ شو بدنا نحكي يعني؟ حكي نسوان. بس؟ سألتني عنك. عني انا؟ وشو سألتك؟ شو بك تكهربت؟ وإذا سألت يعني؟ ما تكهربت ولا شيء، بس شو سألتك؟ أسئلة عادية، كيف عرفتوا بعض؟ كيف تجوزتوا؟ من هالحكي هاد. ولك شو بدها هي بهالشغلة؟ شغلتها هي؟ فظاعة شو كتير تغلب بهالمخلوقات، شو قد؟ شو بك؟ ليش انحمقت كل هالقد؟ مالك ملاحظ انك مهتم بهالموضوع زيادة عن اللزوم؟ لا لي مهتم ولا ما يحزنون. مهتم. قومي افتحي لنا التلفزيون على الدي ام سي، قال جايبين مذيعة بتطير ضبنات العقل. وين الريموت؟ شفتيه؟ يعني موافقة؟ انا موافقه بس على شرط. يا ستي أنا مستعد، وافق على شرطك قبل ما أسمعه. شرطي انه نتجوز بعد اسبوع. روحي، إذا كان علي أنا مستعد نتجوز اليوم قبل بكرة، بس ليش العجلة؟ لانه بالشغل مرشحيني لدورة تأهيل بحلب، وما بقدر املص منها الا اذا تجوزت، وطالما الجواز رح يتم فالافضل انه نعجل فيه. بس بيتي الثاني بركن الدين لسه مو جاهز، يعني بده على القليلة شهر زمان ليجهز. ايه مو مشكلة، بنسكن عندي هالفترة. وين عندك؟ بشقتي. أنو شقة؟ اللي بطابق ال11، شو نسيت؟ معقولة اعتداء؟ وبركي مرتي شافتنا؟ أو حدا من الجيران شافنا وقال لمرتي؟ إيه بتصير فضيحة بعدين. ليش لحتى يشوفوك؟ انت رح تقعد عندي بالبيت لا طلعة ولا فوتة. شو نسيت انك بشهر العسل؟ ولا رح تمل من القعدة معي بسرعة؟ أعوذ بالله، شو مل؟ أنا مستعد ألزق فيك العمر كله، بس يعني ما بعرف، قلبي ناقزني من هالشغلة، يعني خايف مرتي تحس إني ساكن فوقها ب10 طوابق. شلون بدها تحس يعني؟ ايش مركبة رادار؟ ومنين طلعت معك سفرة الأرجنتين؟ مو معي طلعت، مع مجلس الإدارة. أنا ما دخلني ولا خرجني، بيقولوا لي سافر بسافر، بيقولوا لي عود بعود. ما اختلفنا، بس شلون طلعت معه فجأة؟ يعني ما جبت لي سيرة هالسفرة أبداً. إيه الحق معك، هو مو الوفد الأرجنتيني كان هون؟ إيه. مجلس الإدارة قرر نرد لهم الزيارة بسرعة، قال مو حلوة بيحكوا علينا الأرجنتينيين بلا ما نصير علكة بلسانهم، وقرر يبعثني دورة اطلاع شهر زمان. طيب ليش ما بتاخذني معك؟ أنت من زمان وعدني تسفرني برات البلد وهي إجت الفرصة. لك شو ناوية تشرشحينا قدام الأرجنتينيين أنت؟ وليش لشرشحك؟ يعني شفتي حدا من الوفد الأرجنتيني اللي كان هون؟ شفتي حدا منهم ساحب مرته وراه؟ شو بيعرفني؟ المهم هلا وفد رسمي هاد، يعني نسوان ما في. يعني صعبة تتدبر؟ ايه معلوم، صعبة كتير، بس وينك ولا يهمك، أنا شو ما بشوف هنيك بحكي لك يا بس ارجع، يعني كأني رح انقل لك الأرجنتين لعندك. يعني وأنت قاعدة بمحلك بتشوفي كل شيء عن الأرجنتين. كتر خيرك والله. المهم بدك تطول هنيك؟ قلت لك شهر. مو كتير؟ مبلا كتير، بس شو بدي أعمل؟ هيك بدها. مينو هاي؟ الإدارة، إدارة الشركة. قالت الإدارة أقل من شهر ما بيمشي الحال، لأنه شهر عسل هاد، شهر عمل هاد، يعني هيك قرروا. وإمتى النية؟ الخميس الجاي إن الله راد.
بقى جهزي لي اغراضي وضبي لي الشنطه. ومين رح يطلع معك على المطار؟ ما بدي حدا يطلع معي. ما بدي اوعك. شو لوين مسافر انا بعدين؟ على المريخ؟ اليك الارجنتين هون لحشة حجر بيننا وبينها. صحيح نجوى، ما بعرف يعني شو رايك بفتره غيابي تروحي تعدي ببيت اهلك؟ احسن مو احسن؟ ما بدي اقعد عند حدا، خليني ببيتي اريح لي. ايه مثل ما بدك. شو شايفتك انعست؟ شو ما رح تكمل السهرة معي؟ لا والله فعلا انعست. بدي فوت نام، ما بقدر كمل سهرة. طيب الله يخليك انزل كب زبالة قبل ما تنام. الزبالة هلا؟ ايه هلا. الزبالة صار لها جمعة ما انكبت، بلشت تطلع ريحتها. طيب وبركي حدا شافني؟ مين بده يشوفك هلا بنصاص الليالي؟ روح انخطف لك دقيقة، كب الزبالة ورجع نام. طيب ليش ما بتنزلي بتكبيها انت؟ أنا بدي أنزل على الشارع بهالوقت؟ يا سالم يلا، كنت رحت ورجعت بدل هالوقفة. ماشي الحال. وين الزبالة؟ ليك بالمطبخ، في سطل وفي كيسين كبار. وينك لا تنسى ترجع السطل. على عيني، ماشي الحال.